اخوين اي متاخرين بينهما اخوه وصداقه ممن كانوا قبلهم، فكان احدهما لا يزال طائعا والاخر لا يزال عاصيا. فكان الطائع كلما التقى بالعاصي قال له: اما ان لك ان تقلع عن معصيتي؟ اما ان لك ان تتوب؟ اما ان لك ان ترجع الى الله؟ فيقول: نعم وشأن. وهذا امر مقبول. حتى ضاق الطائع بالعاصي يوما فقال له: والله لن يغفر الله لك، والله لن يدخلك الله لك. وبالمناسبه لا يجوز لاحد على الاطلاق ان يحكم على احد اطلاقا لانه من اهل الجنه او من اهل النار. يمكن ان تحكم، يمكن ان، لان الجنه والنار لا يدري احد، امر الجنه والنار الى الله وحده. لا يجوز لاحد ان يحكم على احد، ان يقطع على احد لانه من اهل الجنه والنار. كان الشيخ الشعراوي الله يرحمه يقول: اوعى في يوم من الايام تقول يا رب احصدني مع فلان. قال لك فلان اللي انت بتحسن فيه الظن ده واللي انت متخيل ان هو في الجنه ممكن في اخر لحظه من حياته بعد الانبياء والمبشرين بجنه السابقين، في الكلام في خير الانبياء والمبشرين بجنه، يعني برضه اللي قال احصدني مع الشيخ فلان، وانت مخيل اليك ان الشيخ فلان ده دخل الجنه في اخر لحظه من حياته غضب الله عليه في عمل فخلق معاه. يقول لك اوعى تقول يا رب احصدني مع فلان عشان هو لو راح كان يقعد لوحده. طب ما تقول ايه؟ اللهم ادخلني الجنه لو فلان. فانت خلاص بقى انت لقيت ايه؟ فما تظنش لا تحكم على احد لا بجنه ولا بنار. فقال الطائع والعاصي: والله لن يغفر الله لك، لن يدخلك الله الجنه. فامر بها وحيده فقبض، فقال الله عز وجل: لهذا الذي كان عاصيا ادخل الجنه وحدك. وقال لهذا الذي قال لصاحبه: لن يغفر الله لك، اين هذا المتألي على الله المفتري على الله؟ أكنت بي عالما أم كنت على ما في يدي قادرا؟ خذوه إلى النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد تكلم بكلمة أو بقت أي أهلكت دنياه وآخرة. أمر الجنة والنار والحساب والثواب إلى الله وحده. ومن فضل ربنا أن العقائد هي بينك وبين الله، والعبادات هي بينك وبين الله. وداخل الديانة الواحدة هناك من يحرص على العبادات وهناك من لا يحرص. الذي صنع العبادات هي الأخلاق والسلوك والتعامل والقيم الأخلاقية والقيم الإنسانية المشتركة التي نحرص عليها. فالتسامح لا يقيس حرف الكتب المقدسة للآخرين كما قلنا لأي ديانة بالكامل، لأن البديل إما أن نكون في سلام إنساني وإما أن ينتقل العالم إلى حروب دينية لا تبقي ولا تصل. ومن ثم نعلن أيضا أن الاعتداء المتكرر على الأقصى لا يخلو التسامح الديني ولا التعايش السلمي، وأن انتقاص حقوق الشعب الفلسطيني يؤدي الصراعات ولا يخدمها. وعلى كل عقلاء العالم أن ينصفوا المظلوم. يعني هناك من يدعو كان يدعو الحضور انصاف المظلوم ايا كان دينه وايا كان جنسه